مرحبا أصدقائي. راح نحاول نطلب الأستاذ صلاح رمضان للانضمام معنا في هذا البث المباشر. وجهنا لك دعوة جديدة أستاذ صلاح إذا عم تشوفها. طبعا وصلتني أنا قلت شند تأكيد. تمت عملية تأكيد أستاذ صلاح. يا أهلا وسهلا. هلا استاذ سعيد. هلا. يا أهلا هلا وسهلا، بيك. منورنا الله منورنا. يخليك. حاولت أدخل عن طريق الكمبيوتر بالأول بس ما مشي الحال، فاضطرينا إنه ندخل من الموبايل. هي الاشاره ما كانت توصلني يعني. ايوه ما في مشكله. اهلا وسهلا فيك استاذ صلاح الدين رمضان، رئيس الاتحاد السوري العربي السوري بالمهلي. لكره القدم سابقا. اهلا وسهلا فيك بالمهلي. في هذا البث المباشر. يسعدنا وينورنا اطلالتك معنا. طبعا هذا البث المباشر راح نشاركه في موقع جزيره كوم وعده صفحات ولاحقا على موقع اليوتيوب. اهلا وسهلا فيك استاذ اهلا صلاح. وسهلا. اليوم استاذ صلاح خليني ابدا نطمن عليك، عن الصحه، عن الوضع عندكم، طمنا عن الوطن، ابناء شعبنا في سوريا. يا ريت هيك تعطينا نظره ولمحه. هو احسن شيء بهالوطن ابناء سوريا. هاي هي صحيح. ابناء سوريا الدراويش. هذول دراويش. احسن شيء بالوطن. يا سيدي لانه الله. جنة بلا ناس ما بتنداس، فالشعب السوري صحيح بضل طيب. مهما صحيح، كان بضل يعني طيب. معروف شو الشعب. بقول؟ حتى هون اللي اجوا لعنا لاوروبا واعطوا سمعه طيبه كثير عن الشعب السوري. بدي اقول لهم طيب. ايه. اكيد. استاذ صلاح، يعني خلينا نبدا اليوم تقريبا اكثر من سنه على الاستقاله. نعم. يعني وين صلاح استاذ صلاح الدين رمضان اليوم؟ وين هو العالم اذا تسال عنه؟ ايش عم يعمل؟ يعني نشاطه الرياضي. يا ريت هيك تعطينا فكره عن نشاطك اليوم. والله نشاط رياضي ما في، بعد ما استقلت ما عاد في نشاط رياضي، لأن عملوا حظر علي بعدم السفر بسبب الاتفاقية. فأنا ممنوع من اتفاقيه. السفر حاليا. إيه، ممنوع من السفر حاليا. الاتفاقية فقط. الرياضية اللي عملتها مع قطر. ايوه. إيه. فهي طبعا راح كانت نجي كلها راح مؤامرة نجي راح مؤامرة نجي مؤامرة يعني. راح نجي على الاتفاقيه ونحكي على نعم. يعني بنودها وتفاصيلها نعم. والانعكاسات اللي وقعت عليها. ولكن استاذ نعم. صلاح، يعني كثير من الشارع الرياضي، حتى يعني المعنيين كثير في الرياضه ورياضيين، حابين ناخذ هيك فكره عن هيكليه اتحاد الكره، يعني اعضائه، كما الاعضاء، عدد الاعضاء، اللجان اللي المتفرعه منه، عملها، طبيعه عملها، يعني فكره ومعلومه اذا تعطينا مبدئيا. طبعا اتحاد كرة القدم هو بتألف من 9 أشخاص. الرئيس وثمان أعضاء، بس في عندهم في بعض أنظمة الاتحادات تاخذ 7، يعني بين ال7 وبين ال9. نحن عندنا 9 الممثلين لكل المحافظات طبعا. يعني الانتخابات تبعنا تجي انتخابات مناطقية. يعني مثلا أحيانا بيقول واحد إنه والله فراس الخطيب بحق له يكون رئيس اتحاد، أو كردغلي يحق له رئيس اتحاد. ايوه. هذا الكلام مغلوط، لأنه بسبب النظام المحطوط عندنا بكرة القدم، أنه يجب أن يكون من الأندية المقيمة. الأندية المقيمة يعني المقيمة بدمشق. مقيمه فحسن، بدمشق. يعني مثلا حسن سويدان ما هو من دمشق، بس بحق له يرشح حاله انه هو من نادي الجيش. ايوه. فمو مشكله انه يكون الانسان مثلا من الجزيره او من حمص او وين ما كان، بس يكون نادي دمشق اللي مرشحه يعني دمشق. عمله يكون في احد الانديه دمشق. انديه دمشق. في الشروط الثانيه طبعا ما عم تطلع، يعني ما عم يطبقوها، عم يتجاوزوها وما في مراقبه لها. مثلا لازم يكون عامل بالمفصل الرياضي هذا اكثر من 10 سنوات
يعني بكرة ايوه القدم يجب أن يكون عامل مدرب ولاعب، يعني منصب إداري ممارس في لجنة فنية أو رئيس نادي أو إلى آخره أكثر من 10 سنوات في دمشق. في ناديه يعني. أما في رئيس الاتحاد محصور بالمقيم بأندية بالمقيم في الإقامة دمشق. يعني بدمشق. ايوه. فيعني مثلا إذا واحد عنده نادي حلب الأهلي، ايوه نادي الاتحاد حلب الأهلي مثلا ما بيحق له إلا إذا كان هو نقل كشفه لفريق من دمشق، نقل كشفه للمجد أو للوحدة أو للنضال ايوه أو للجيش أو للشرطة، أندية ايوه. دمشق يعني. نعم. فهاي رئيس الاتحاد شرطه الأساسي أن يكون مقيم. طيب وطبعا طبعا في انا فتره بالنسبه لي هذا رايي غلط يعني، رغم ايوه. غلط بس طيب. تغييره مشكله ما عم يتغير نهائيا هذا النظام. نعم فهاي. ايوه. لجان اللجان، ايوه، الاتحاد هو كثار، عدد الاعضاء 9 من ضمن رئيس الاتحاد، عدد من الاعضاء ضمنهم رئيس اعضاء الاتحاد الاتحاد. 9، هو نعم. دائما يكون عدد فردي. كل اللجان ايه التابعه له. اللجان التابعه لهم بتبلش من اهم لجنه هي لجنه مسابقات، ولجنه الانضباط ولجنه المدربين، لجنه منتخبات، يعني اللجان الرئيسيه، اللجنه الاعلاميه، اللجنه التسويقيه، في شيء 16 لجنه تقريبا. بس اللجان الرئيسيه اللجان. هي المدربين والمسابقات واللجنه الفنيه بولا، وفي لجنه الانضباط واللجنه القانونيه، عدد لجنه اعضاء كل لجنه ايش قد هو تقريبا استاذ صلاح؟ اعضاء اللجنه بيتراوحوا بين ال3 وال5. كل لجنه. اللجنه اللي يمكن اكثر هي العبء عليها اتوقع هي لجنه المنتخبات، ما هيك؟ ولا هلا لجنه لجنه مسابقات لحالها، يعني لجنه المسابقات. مسابقات ممكن يكونوا 3 ممكن يكونوا 5، يعني العدد يتراوح بين 3 و5 بالنسبه للجان. هلا طيب اللجان بيقودها بالنسبه لنظامنا، نظامنا بيقودها اعضاء الاتحاد، بتطبيق النظام يقودها اعضاء الاتحاد. اعضاء الاتحاد فلذلك اللجان. توزع اللجان على اعضاء الاتحاد، فعدد اللجان اكثر من اعضاء الاتحاد، فممكن عضو اتحاد ياخذ لجنتين ايوه، يكون بهالحاله. عضو نعم. في احد اللجان. استاذ صلاح، راح نعيد التوجيه الدعوي. انقطع البث المباشر استاذ صلاح معك، وجهنا الدعوه من جديد. نعم استاذ صلاح. نعم. انقطع البث المباشر، وجهنا الدعوه من جديد. رد رجع. ما في مشكله. هذا القوام تبع الاتحاد ما في تبعنا، بس مشكله. يقوم العناصر ان اهم من الاتحاد كلياته، العناصر اللي بتنتخب عدد المندوبين اللي هذا اللي اسمه بينتخبوا مثلا المؤتمر الانتخابي، ما هيك؟ بالمؤتمر نعم، الانتخابي بيمثل الدرجة الأولى 3. كل نادي من الدرجة الأولى 3 بيبعث 3 مندوبين، نادي الدرجة الثانية بيبعث مندوبين، الدرجة الثالثة بتمثل اللجنة الفنية تبع المحافظة. نعم. انقطع البث مرة ثانية، راح نوجه دعوة مرة ثانية. طبعا. نعم استاذ عم صلاح. ينقل. ايه عم يرجع. بين اللجنة ما في مشكلة، مندوبين نحن الأندية متواصلين. ومندوبين اللجنة الفنية، هذول اللي بيمثلوا الأعضاء اللي بينتخبوا اتحاد كرة القدم. وعلى موجبها يتم انتخاب اتحاد كرة القدم. نعم. تمام. طبعا السنة كل العالم تعرف انه اتحاد كرة القدم ما خلوا حدا يرشح ضده للسيد فايد عباس، وما اعطونا ترشيح، ومع ذلك ما صار انتخابات، لانه بالنظام بيقول انه بده يتصوت عليه بالصندوق، لانه هو ما له اهم من السيد الرئيس. السيد الرئيس يصير الاستفتاء عليه، بحطوا صحيح. صندوق ونقول نعم او لا. نعم. فكان ما صار عليه استفتاء اللي برفع الايدي من شان يراقبوا مين رفع ايده ومين ما رفع ايده، فيظهر انه مدعوم بشكل قوي يعني.
يعني انت بس هلا بهذا الكلام استاذ صلاح عم تذكرني في المقوله الشهيره للاعلامي مصطفى الاغا: اطلقوا صراح كره القدم. نعم. يعني يمكن تكمن معنى الكلمه بهالنقطه هاي اللي حكيتها، بانه كره القدم محجوزه عند اشخاص للاسف يعني ما هن مؤهلين لحتى يقودوا الكره. صحيح ولا هلا غلط؟ نحن ممكن هلا في شيء مبالغ فيه. يعني كل اللي قادوا كرة القدم كان عندهم الامكانيات انه يقودوا كرة القدم. يعني اذا رجعنا لورا من الدكتور احمد جبان ولا سميح الامام لفاروق سرية ولا مروان عرفات، كلياتهم ناس كانوا على قدرة انه يقودوا كرة القدم. بس نحن في عندنا مشكلة دائما بسوريا، انه انا بعرف كل شيء. يعني انا رئيس الاتحاد، انا بعرف كل شيء. هاي مشكلتنا بسوريا، بعكس اوروبا، بعكس العالم المتطور. العالم متطور بيقول لك انا بعرف بهاي الموضوع، بهذا الموضوع ما بعرف. هلا انا وصلت لاعلى المراكز بالرياضه، هي المكتب التنفيذي. كنت بالمكتب التنفيذي نعم. مسؤول عن الالعاب الجماعيه، اللي هي كره السله، كره الطائره واليد وكره الطاوله كره والريشه القدم. الطائره وكره القدم. مع ذلك انا ما تدخلت، وانا مكتب تنفيذي ما تدخلت بكره القدم ابدا. ابدا ما تدخلت فيها، لاني بعرفها انه كره القدم لها نظامها الخاص وما بصير تتدخل بشؤونها. فظليت سنتين بالمكتب التنفيذي قبل ما استقيل. كنت دائما اقول له لرئيس الاتحاد انه انا حاسس حالي مو هون محلي، لاني انا اشتغلت بكل المفاصل الرياضيه ما عدا مفصل كره القدم اللي هو اختصاصي يعني. نعم. فوقتها استقلت يعني، طلبوا من مين اول كان مره وقتها بتصير انك تستقيل مين كان وتمشي وقتها حالك. رئيس اتحاد كره؟ رئيس اتحاد كره كان الاستاذ فاروق سريه. فاروق واقالوه سري. وقتها من شان موضوع طاجكستان، شان موضوع طاجكستان، الخطا الاداري اللي صار طبعا مع جورج مراد، مع اللاعب فريق جورج مراد. طاجكستان مع جورج مراد. فوقتها كان دورة تكميلية. الدورة التكميلية استقلت من المكتب التنفيذي ورشحت حالي لاتحاد فوتبول. فنجحت باتحاد فوتبول. أنا المقصد إنه أنت توصل لأعلى مركز بالرياضة وباستطاعتك إنك تعطي، بس ما بتعطي السلة واليد والطائرة كلها بمستوى القدم. فنحن صحيح. مشكلتنا إنه إذا استلمنا لازم يكون شغلة في تخصص. لذلك يعني في بنظام النظام تبع الرياضة تبعنا شيء مو معقول اني انا اكون مسؤول العاب جماعيه، انا ما بفهم غير كره قدم على الحل. يعني يكون انا مسؤول العاب جماعيه، لانه رئيس اتحاد اليد بيضحك عليك، رئيس اتحاد السله بيضحك عليك، رئيس اتحاد الطائره بيضحك عليك، لانك انت مظبوط. بالاصل موصول بلادك. فلذلك في خلل بقوانين وانظمه الرياضه عندنا بسوريا، وخاصه نعم. نعم. موضوع الانتخابات بكره القدم. يعني هل يعقل انت من شان والله واحد لانه من اللاذقيه ما بحق له يرشح حاله رئيس اتحاد، واحد طبعا لانه من هذا دير الزور في حتى نادي، المحافظات طبعا. لانه ناديه بدير الزور، اي لانه ناديه بدير الزور ما بحق له يرشح حاله والله رئيس اتحاد. يعني هذا كلام وانا منطقي لازم يتغير. انطرح صحيح. عده امور لتغييرها، طبعا ما توافق عليها، لانه في لجنه عندنا بالمكتب التنفيذي شكلوها اسمها لجنه الانتخابات، نعم. تدرس الاعتراضات والطلبات والتعديلات كلها على نظام الانتخابات. فيا بتقبل تعدل يا لا. اللجنه السنه كانت على اساس تدرس نظاميه المرشحين، ويعني مثلا من الشروط انه لازم يكون معه شهاده الحد الادنى نعم. ثانويه. اكيد. فالسنه ما دققوا عليها، لانه فادي دباس ما بعتقد انه عنده ثانويه، عنده معادل لها يمكن، فعدلوا له اياها انه لا معه شهاده. لا، فما دقوا على شروط 10 سنين عمل بمفصل كره قدم. يجب ان يعمل 10 سنوات الحد الادنى بمفصل كره قدم، بمفاصل كره قدم. فما كمان ما دقوا عليها. وحتى في بعض الاعضاء اللي عم يترشحوا ما عم يدقوا على هذا الكلام، على المفصل، انه والله في 10 سنوات خبره بكره القدم. يعني اما لجنه فنيه، واما مدرب، واما لاعب مشهور عمل مثلا منتخب. في مجال كره القدم. يستثنى المنتخب طبعا، يستثنى لاعبين المنتخب طبعا، لانه لعبوا اكثر من 10 سنوات وخدموا البلد اكثر. فما في تدقيق بموضوع القوانين عندنا يعني. يعني بتفصل القانون على هو ما بده الواحد.
يعني كل دوره انتخابيه لها قانونها الخاص؟ والله هيك انا اللي شايف. وفي يعني انا قوانين يعني ثابته؟ مثال بدي اضرب لك اياه. انا رشحت حالي، ايه. فقال لي لواء موفق نعم. بدك تستقيل من المكتب التنفيذي. حط نظام انه بيستقيل من المنصب الاعلى، بيستقيل وبيروح برشح حاله، واذا طلعت برا بروح على بيتي. عرفت شلون؟ يعني ما برجع مكتب تنفيذي. وكان هذا يعني القانون بعد اول مره. اتحاد الكره، نعم. بعد العمل في نعم، اتحاد كان الكره. اول مره. لا، كان اول مره بيطبق علي انا. يعني أنا استقلت مكتب تنفيذي، في حال رسبت بالانتخابات ما برجع مكتب تنفيذي. فكان هذا القانون عم يطبق علي لاول مره. لانه قبل منا صارت انه استاذ فاروق سريه رشح حاله اتحاد كره قدم، ما نجح، نجح احمد جبان، فرجع الاستاذ فاروق مكتب تنفيذي. فكان الاستاذ فاروق مكتب تنفيذي والدكتور احمد جبان رئيس اتحاد قدم بوقتها. فهذا القانون ما طبق غير عليه، بدليل على انه المسؤولين الرياضيين اللي بقمه الهرم الرياضي هن اللي بيفسروا قانون حسب ما بدهم، يعني حسب اللجان اللي بيحطوها. القانون يسري على ناس وناس. نعم. ما هي العله عندنا بكره القدم. يعني هناك هي علتها. استاذ صلاح في معضله في تشريع القوانين وتطبيقها على اشخاص معينين. يعني انا من خلال متابعتي لاكثر من لقاء لك استاذ صلاح نعم. تلفزيوني وغيره، يعني حسيت انه كان عندك معاناه من يعني من تنفيذ خطط ومشروع عمل يعني كان تريد تقوم فيه انت، هو واضح يعني كان في هلا اعاقه هو واضحه لك. هذا شيء طبيعي. يعني انت وقت ما بيكون عندك ماليه، ما عندك انت ميزانيه خاصه فيك. يعني تصور انه كل الاتحادات عندها ميزانيات خاصه الا اتحاد كره القدم. انا بزماني طلبت ميزانيه خاصه بالمجلس المركزي، قلت له اعطوني ميزانيه خاصه لو 30 مليون ليره سوري، حطها بخزينتي، بخزينه الاتحاد، اصرف منها اللي بدي اياه، اشتري الام، اعمل اللي بدي اياه، مثل رئيس صحيح. فرع الرياضه بس كان بالحسكه. رئيس فرع مظبوط. الرياضه بالدير. رئيس فرع الرياضه بيحسن يصرف اللي بده اياه من ميزانيته، وضمن طبعا ضمن قوانين، ولكن القرار بيعود له. رئيس يعني كان في النادي تقييد بيصرف لعملك استاذ علي. صلاح. طبعا تقييد. لذلك ما كان طيب. يوافقوا على الموضوع هذا. لذلك طيب انا اكثر من مره حسب طلعت. يعني بحسب انت قربك يعني الدوافع ايش هي؟ دوافع هذا التعامل معك بالتحديد يعني. هلا هو هذا التعامل معي صار في نوع من، انا بقول لك في نوع من ردات الفعل السلبيه. يعني مثلا انا ترشحت حالي، يعني اعداء النجاح. كانت 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 توجيهات من القياده الرياضيه ضدي لكل الاعضاء، وجهونا انه ما ينتخبوني. اوف. فوقت الاعضاء كان فيهم ضمير وانتخبوني بنسبه 69. الثاني جاب 7، الثالث جاب 7، الثاني جاب 17، اللي هو سعيد الاغلبيه العظمى النصري الاصوات وحسن لك. صيدا. 69 من اول مره، يعني ما احتجنا المره الثانيه. فهذا الموضوع كان مثل ضربه لهم، يعني انه ما سمعوا كلامهم، لانه كانت ايوه. توجيهات انه لا تنتخبوا صلاح رمضان. وانا كثير من هاي بال العالم اجت 2012 هيك؟ بيعرفوها. بيعرفوها هذا الموضوع. بال هاي عام 2012 حتى بال 2012. 2014. بال 2014 بالانتخابات الجديده كمان كانت توجيهات هيك. فوقت نجحت، من وقت ما نجحت بلشت المؤامرات. انا مثل ما بيقولوا يا غافل لك الله، انا حابب اشتغل، خاصه ايوه. بالازمه. انا وقت اللي قابلت السيد الرئيس اول مره نعم. بغرب اسيا، واول مره وقت اللي قابلت بالقياده القطريه، كان رفيق سعيد حمادي، كان رفيق ابو سعيد، كان هو الامين القطري المساعد. ايوه. نعم. قلت له بوعدكم انه نحن رح نكون جزء من حل مشكله البلد، وليس جزء من مشكله البلد. لازم نكون جزء من الحل. فكانت كره قدم انا بتصوري اللي اشتغلت فيها انه نحن البلد بحاجه فرحه. كانت الناس متفرقه صحيح. بارائها السياسيه، بآراء السياسيه كانت متفرقه كثير. كره قدم جمعتهم. كرة قدم صحيح. جابت بطولة غرب آسيا بالظروف الحالية. ظروف أنا صعبه. بيقولوا العالم مثلا شو هاي غرب آسيا، أنا رح أضرب مثال. سنة ال 96 عملوا بطولة غرب آسيا بسوريا، على أيام اشترك فيها 6 فرق. ال6 فرق طلع ترتيبنا رابع، وبسوريا كانت بلادية. فنحن اشتركنا ب 11 فريق،
معنا 11 فريق، اخذنا اول بغرب اسيا، وبالظروف القاسيه اللي هي لمت الناس حوالينا، وهي كانت بدايه انطلاق المحترفين، الانتقال من الجماهيريه الى النوعيه بيقولوا لها. يعني انا صحيح. كان هدفي انتقل بكرة القدم. كانت طبعا العالم تتمسخر وتحكي انه حكيت عن مورينو وحكيت عن الارجنتين انه شو الفرق بينه وبين الارجنتين، صارت العالم تتمسخر. فقلت انا بدي اوصل لمرحله انه نحن نعتمد على اللاعبين المحترفين وليس العامل الاول الداخل، لانه في فرق مستوى كبير. والانتقال من الجماهيري الى النوعي، من والاختصار الجماهير. على الجماهيري، والاختصار على الجماهيري بالمقاطعات. يعني لذلك انا ما عملت دوري ناشئين ودوري اشبال، لانه هلا هدول راح نجي دوري. هون الدوري، دوري الناشئين او ما الدوري انا عم السوري اقول هي بشكل عام. الاسباب، ما انا عم اقول هي صحيح. الاسباب. الانتقال الى صحيح. النوعي، الى صحيح النوعي استاذ. بيخليك تمنع انت تعمل دوري اشبال وناشئين على مستوى القطر كله، تعمل على مستوى المقاطعات، وبتاخذ نخبه نخبه المحافظه، بتلعب ضد نخبه المحافظه، بيطلع معك نخبه النخبه، الباقي هن عباره عن كومبارس ما بدك اياه. استاذ صلاح، يعني اليوم يعني في ظل الظروف والامكانيات الموجوده حاليا في سوريا، شلون نحن نقدر نطور الدوري السوري، يعني ضمن الامكانيات وضمن الظروف. طبعا نحن ما راح نضرب ما يقول بالعلالي بالعاميه، لحتى يكون عندنا بالتالي تصفي مساحه المنتخب الوطني، وخصوصا الفئات العمريه ناشئين والشباب. انت عملت خطه عمل بانه يكون في مناطقيه في دوري الفئات العمريه، بانه كل محافظه تلعب ينتج منها نحن لأن... نادي او منتخب نعم. محافظه. نعم. آه، انت السؤال. موجود الدوري، عفوا استاذ سعيد، آه، الدوري للفئات العمريه الصغيره، الاشبال والناشئين، اذا كان في دوري بنقاط سيتسبب بحالتين. الحاله الاولى هي تآمر الانديه، ناشئين وشباب واشبال، اعطيني نقطه وخذ نقطه، راح صحيح، تفسح في هيك شيء. المجال. مضبوط. اثنين، النقطه تقتل المواهب، النقطه تقتل المواهب. انا يعني كمدرب بده بصير يفكر يهمني في النقطه. النقاط اكثر من الاداء او من الموهبه. طبعا بصير انا هدفي النقطه وليس الاداء. فلذلك انا احيانا بقتل الموهبه اللي هو بيكون جسمه صغير وهو قابل طيب للتطور، استاذ فممكن صلاح، انا هون هذا ما يعني استخدمه هذا اللاعب. نعم. هاي نقطة يعني علمية ومدروسة. هذا الشيء حتى هون في أوروبا عندنا بالسويد هذا القانون يطبق عندنا يعني. ولكن في هون سؤال يعني يخطر على بالي، إنه الاحتكاك اللاعب الناشئ مع لاعبين من دمشق ومن حلب واللاذقية، عملية الاحتكاك يعني ما تنمي موهبته، هلا لا لك، هون النقطه، هون فكره النقطه اللي الكروي. العالم، هون النقطه انه العالم ما عم تفهمها. نحن اذا عملنا منتخب الحسكه، تمام، كم نعم. نادي فيه بالحسكه، درجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه اولى. اخذنا المنتخب لانه انت ممكن يكون في عندك نادي بالحسكه ريفي ما عنده غير موهبه واحده، يعني يكون نعم. كلهم كومبارس فريقه ما عدا موهبه واحده. ممكن مضبوط. الجزيره يكون فيه خمسه. فلذلك انا هاي الموهبه ما بضيعها، بجيب منتخب المحافظه كله. هذا منتخب المحافظه بخليه يحتك مع منتخب دمشق، ومع منتخب حلب، ومع منتخب اللاذقيه، ومع منتخب حمص. هذا الاحتكاك صار القوي. لذلك تختار نخبه النخبه، نخبة يعني تاخذ النخبة. نخبه حمص ونخبه حلب ونخبه الحسكه ونخبه الدير. هالنخب هي تلعبهم بطوله بالصيفيه، اول شيء ما بتعطل عليهم دراستهم. اثنين، ما صحيح. بيسافروا مع الرجال تربويا، ما بصير يسافروا مع الرجال لانه امكانياتنا الماديه تعبانه. فكنا نسافر، انا كنت مدرب ناشئين وشباب، فكنا نسافر بنفس الباص مع الرجال، فكان من خوفنا عليهم صحيح، نحطهم ورا كان في معاناة. ونخلص عليهم. معاناه يعني كانت. والاهل اللي حابين يحافظوا على اولادهم كانوا ما يبعثوهم بالسفر. يعني مضبوط. صحيح. 90% من الفريق اللي يروح يلعب هو اللي ما بيدرس. فلذلك صرنا نشجع على عدم الدراسه بكره القدم. بينما في بعض الانديه هلا الممتازه هي بتشجع الناس من الاكاديميات، يعني بيكون عندها اكاديميه بتخرج لعيبه وبتبيع لعيبه. وفي امثله صحيح. كثير مثل الكرامه ومثل المجد، هذول انديه بتعتني بالقواعد تبعهم، في دمشق. فبتعلمهم وبتدرسهم حتى.
فنحن هدفنا قلت لك انه نخبه النخبه، هذا الاحتكاك بين لاعب دمشق ولاعب الجزيره بيكون مع النخبه، ما انا محتك مع ضيف. يعني هلا انا وقت اللي بقول اني جبت انا لاعب هلا، خذ المنتخب هلا، اكبر خطا عم يرتكبه فجر ابراهيم وفادي دباس والمنتخب كله واللي عم يطبلوا له، انه لا يمكن انا قارن لاعب عم يلعب بالداخل، عم يلعب بالداخل مع لاعب عم يلعب خارج القطر مع نادي درجه اولى ممتازه. صحيح، ما في وجه ليش؟ للمقارنه. خلينا ناخذ مثال. انا خالد مبيض رجع يلعب بالوحده، خالد مبيض شو مستواه بالنسبه للاعبين المنتخب؟ بينما وقت كان بالمنتخب وعم يلعب برا، هذا حرامي انترك من المنتخب. هذا خالد مبيض لاعب محترف، رجع على سوريا، السبب ترجع على سوريا هبط مستواه، لذلك النادي ما عاد يعني ما عاد طلبه. فانا في عندي لاعب مثلا السومي اللي عم تحكي عليه، ولا عمر السومه، ولا فراس خطيب، كل هدول عم يلعبوا برا، هدول احتكوا مع لاعبين برازيليين، مع مدربين اجانب، المان وبلجيك وفرنسيين. خريبين وقت اللي رجعوا لهون على سوريا بيهبط مستواه، مو صحيح، لانه سوريا، لانه بده يحتك مع لعيبه اقل مستوى منه. صحيح، فانت مزبوط. بتطلب اللاعب اللي عم يحتك على مستوى عالي، يعني مثلا لاعب بالسويد درجه ممتازه غير لاعب بالسويد درجه الخامسه. اكيد، صحيح، مزبوط. مزبوط، صحيح، مزبوط. فاحتكاكه عم يكون اعلى مستوى، لذلك نحن اكبر خطا عم يرتكبوه انه صار بجسم المنتخب اللي كان راح يوصل كاس عالم، هن ليحوروا انظار العالم عن الخطا الاداري اللي صار، لانه كل شيء صار هو اخطاء اداريه يتحملها رئيس الاتحاد واعضاء الاتحاد. مشان يحوروا هالموضوع هذا اجوا قالوا المدرب واللاعبين وجيشوا اعلاميين ليسبوا عمر السومه ويسبوا فراس الخطيب ويسبوا خريبين، وانه كانوا هن المختلفين على الكابتن واحمد صالح مع احمد صالح. هذا كله حكي فاضي، هذا وهن الفريق نفسه ابناء هالمجموعه المدللين كانوا يعني ما له شيء، بس هن نفسهم كانوا على زماننا اللي كانوا راح يوصلوا كاس عالم، مزبوط. هن نفسهم ما تغيروا. طيب، لذلك مشان هلا يغطوا عن الخطا الاداري صاروا هلا يخبصوا بالفريق، وهلا التخبيص بالفريق انه عم يجيبوا ناس ما عم تلعب خارجيا، عم يجيبوها من الداخل، وهذا اكبر خطا. هذا بده مباريات كثير لتزيد خبرته ليصير مثل المحترف. هلا اذا اخذنا السومي نحن، ها، السومي عم يلعب جبريل سومي. بامريكا، ايه عم يلعب نعم، بامريكا، يعني نعم. هو احسن ولا العجان؟ عرفت هذا كيف؟ هذا بس سؤال انا هذا بس انا سؤال طريقتي كمدرب، انا طريقتي كمدرب ما سخرته صح. يعني انا وقت اللي يكون صحيح. معي السومي انا بدي العب ثلاثه ورا واربعه بالنص او خمسه، ليكون السومي على الطرف الشمال، يكون في واحد صحيح. يغطي عليه، لانه هو وفترة هجومي اكثر من انسجام دفاعي. فترة انسجام لا تقل عن 10 مباريات. بعدين يعني 60 دقيقه شو بتساوي؟ يعني لذلك انت توظيف اللاعبين من قبل المدرب هو اللي بيلعب دور، هذا الفرق بين مدرب ومدرب. فنحن عم نخبص تخبيص بالمنتخب بس لنبعد لاذهان الناس انه والله الخطا اللي صار ما هو من رئيس الاتحاد ولا من الاداريين تبع المنتخب، ولا لانه هو كان مدير منتخب. انا كان على زماني هو مدير منتخب، بس انا قلت له خليك مدير منتخب، اما اذا صرت رئيس الاتحاد تقعد فوق، لانه صحيح. رئيس الاتحاد بشكل ضغط انت على المدرب. واجا انتقادات كثيره على هالشيء، وبالاخير رضخ ايه لانتقادات الشارع الرياضي والمعنيين بالكره السوريه. استاذ صلاح، انت على هالنقطه اللي عم طبعا. تحكيها يعني هيك تذكرت شغله من احدى مقابلاتك، بانه اليوم استقطاب اللاعبين من الدوري السوري وزجا نعم. في مع عناصر المنتخب السوري، يعني برايك انه المدرب، خصوصا المدرب وطني، هو مدرب محترف، يعني نعم. لحتى يكون في عمليه سيطره على اللاعب، على عناصر المنتخب، واكثر شيء يقدروا يسمعوا هذا الكلام هن لاعبيه الدوري السوري، يعني بمعنى انه اللاعب المحترف اليوم، يعني مثل ما قلت، لا يرضى بالمدرب الوطني، لانه هو متدرب على ايدي برازيليه وارجنتينيه، يعني ممكن يكون هذا عامل ودافع لانه يستقطبوا لاعب حتى يكون في سيطره اكثر على المنتخب، باعتبار انه الامور كثير يعني خرجت عن السيطره في كاس اسيا وبعد كاس اسيا. هو هيك ممكن يكون واجبنا هاي. لازم يكون. نحن ما في مقارنه. هلا اذا شتنجي طلع، اذا شتنجي اللي جابه فادي طلع ما بيسوى، مو يعني المدربين الاجانب سيئين. لا، ايران ابد. كانت ما جابت، ايران عندها مدربين هي عم تصدرهم لبرا، عرفت صحيح. شلون؟ فليكن ما دربها ايراني.
العراق نفس الشيء، عندها مدربين اقوى من عنا، مع ذلك عم يدربها اجنبي. فالمقصد مو هي كلمه الاجنبي، انه المستوى العالي للمدرب. فالمستوى المستوى العالي العالي. المدرب كمحترف بيعرف ينتقي المحترفين وبيعرف كيف يسخر المحترفين، لانه ما راح يهتموا معه غير قبل 72 ساعه، هو الانسجام وهو توظيف اللاعبين. ولذلك ما في فرق بين الوطني والاجنبي، الفرق هذا هو، انه هذاك يمتلك من الخبره دون بالاحتراف احتكاك. اكثر من الوطني. اما اذا في عندنا مدرب وطني يمتلك هذه الخبره فيا حبذا يعني. اما الوطني دائما مضغوط من رئيس الاتحاد، دائما الوطني مضغوط من رئيس الاتحاد دائما، والتهديد يعني فيه دائما باقالته والى اخره، لانه ما في قانون يحميه للمدرب الوطني، ما في قانون يعني يحميه. اي اخفاق راسا تقديم استقاله. طبعا هلا بيقولوا للعالم انه انا ليش اقلت ايمن حكيم بعد ما وصل كاس العالم. انا صرحت صحيح. تصريح انه لازم هذا الفريق يكون عنده مدرب على اعلى مستوى اكثر من ايمن حكيم. هي الحقيقه في شيء خفي كان باقاله ايمن حكيم، وايمن يا حكيم ريت توضح لنا بيعرفه. يا استاذ صلاح. ما بتوضح على الشاشه، انا كتبته بالجريده برا. الفريق اجاه $100,000، انا ما عندي علم فيها، لمين اجت ال $100,000؟ لايمن حكيم. هي تتوزع من وين، من لمين؟ اي على جهه، من الفريق. اي جهه اللي دفعت المبلغ استاذ صلاح؟ واحد متبرع انا ما بعرفه. المهم اوكي وصلني نعم. الخبر من الاداري، وصلني خبر من الاداري وثلاثه اربع اداريين شهود انه صلى شهر $100,000 مع ايمن الحكيم وما توزعت لانه اعطاها لفايده بس. فوقت اللي حكى هذا الكلام جيت انا لايمن الحكيم وبعت طارق جبار مساعده وتاكد لي من الموضوع، فتاكد طارق انه قابض $100,000. بعدين مكافآت. خفوها، مكافآت ما توزعت، فانخفت وانا كتبت عليها بالجريده وما حدا سالني عليها، وماني خايف غير من هذا هذا الخلاني. هذا كلام جديد استاذ صلاح. لا مو جديد، كان بجريده الرياضيه، انا نشرته بجريده الرياضيه. فوقتها قررت اقاله ايمن الحكيم، لو بده يجيب راسه ولا يصمت لو بقولوا. ايوه. لانه في اسباب هون، انه انت مدرب انت مدرب اجاك مكافاه، بتيجي لرئيس الاتحاد بتقول له انه صحيح. والله انا اجاني مكافاه هيك هيك للفريق، ما بتخفيها، بتتامر فيها مع مدير المنتخب، لانه كان صفته هو نائب رئيس ومدير منتخب، فاثنين خبوا علي وانا رئيس الاتحاد، فاخذت على خاطري وقتها وتمت منه الاقاله. يعني من هالتصرف هذا. لذلك حتى المدرب الوطني بضل مضغوط من رئيس الاتحاد. الاجنبي ما بيكون مضغوط، الاجنبي ممكن يختلف معهم. يعني زمانه الملك، ملك بالسعوديه تدخل من شان يلاعب حارس مرمى مع مدرب برازيلي، تدخل تدخل يعني، اتصل انه يلاعب له حارس المرمى، فما لعبه منتخب السعوديه، وترك الفريق ومشي وراح على بلده واخذ كل مستحقاته. نعم نعم. طيب فالمدرب بالعوده الاجنبي للمدرب الاجنبي، يعني كان سمعنا بعض الكلام انه على عمل شتنجي، حتى في بعض التدخلات الغير مباشره في عمل شتنجي، بانه ان قدمت نتائج سلبيه قبل استحقاق اسيا راح تقال يعني. ايه فكان في طبعا، عمليه تهديد غير مباشر. اي طبعا تهديد غير مباشر، لذلك صار يختار المباريات في في الضعيفه. في في هيك في هيك حاله ما بيكون في اريحيه بالعمل لتدريب اللاعبين بشكل جيد من قبل المدرب. اخي سعيد، هذا هو الموضوع، انه شتنكي صار ينقي المباريات الضعيفه. يعني تساوي له مباراه مع ايران ما مرغما. يرضى، تساوي له مباراه مع كوريا ما يرضى، صار بده يعمل مباريات مع موريتانيا ومع فرق ضعيفه مشان يربح، خوفا انه تسوء نتائجه. هيك صار يساوي يعني. يعني مرغما صار يعمل لحتى انه لا انا ماني ياخذ عم نتائج برر، سلبيه. انا ماني عم برر لشتنجي ولا غيره. هاي شخصيه، يعني شخصيه بتعود للمدرب نفسه، طلع سيء كان لازم يقيلوه من سنه. يعني انا وقت اللي خضت تجربه معه مباراه وتنتين وثلاثه، انا ما راح اشوف النتائج، النتائج بشوفها الجماهير المتعصبه. اما انا كفني وعندي لجنه منتخبات فيها كردغلي، فيها رفعت شمالي ومصعب محمد وعباس تبع الكرامه، فيها يعني ستة سبعة فطاحل. نخبه. ها، نخبه. نخبه، خلي يشوفوا لي اداء لهذا. انا ما بفهم بالشغله اكثر منهم. طيب ليه، يعني انا فاي دباس ليش انا ما بفهم اكثر من الكردغلي، انا ما بفهم اكثر من الكردغلي ومن رفعت شمالي. صحيح. عرفت كابتن شلون؟ انا عبد ما القادر بفهم اكثر الكردغلي، من كابتن وليد ابو مصعب السل. محمد ووليد ابو السل. هذول كانوا لجنه منتخبات،
جورج خوري طيب كان هذول ما معه. كان دور استاذ صلاح؟ يعني دورهم يا سيدي الكريم، دورهم كان قاضي عليه فادي دباس. دورهم كان قاضي يعني عليه فادي دباس. شلون؟ يعني حقيقه والعلاقات الشخصيه بتلعب دور، يعني حتى العلاقات الشخصيه بتلعب دور بانتقاء لجنه المنتخبات، مع انه هن كلياتهم على راسنا. بس يا اخي هو بحب ينتقي الاشخاص اللي بتكون دائما مياله له، يعني مثل بدون شغل حسيبه ورقيب. شغل العصابات يعني. طيب انت استاذ صلاح، يعني في موقع عملك انت رئيس اتحاد، ما كان تقدر تاخذ اجراءات في حقه، توقفه، تحكي معه، تنبهه بانه في انا نخب انا عده المفروض. مرات انا عده مرات وقفت عند حد بهذا الموضوع. هلا هو كان الحق على جمعه الراشد. انا وقت عينت رئيس لجنه الانتخابات، رئيس لجنه الانتخابات، انا عينت جمعه الراشد. جمعه الراشد كان هو الاولى، وهو لاعب منتخب سوريا ولاعب كبير، وهو كان الاولى. فجمعه الراشد هو اللي اعتذر، وهو وكل فادي دباس كرئيس لجنه منتخبات، فصار هو مدير منتخب الرجال. يعني عمليه فرض مدير فرض منتخب. عليك. طبعا لانه جمعه الراشد رفض، وهو اللي حكى قدام الاعضاء، كمان هن 9، حكى قدام الاعضاء انه انا متنازل عنها لفادي دباس. فقبلت العالم كلياتها، وافقوا معه لجماعه. فانت مره بيقول لك دكتاتوري، مره بيقول لك مو دكتاتوري. يعني انت في اتحاد في 9 اعضاء بده يوقعوا لك على محضر الجلسه، اذا ما وقعوا صحيح. لك ما بيثبت. فما حدا رضي يوقعوا لفادي دباس انه هو رئيس لجنه المنتخبات، ولو ما بيستاهل. بس نحن حجمنا عمله ضمن لجنه منتخبات. انا كنت اطلب منه دائما جيب لي موافقه لجنه المنتخبات الموقعين، حتى المدربين. يوم رفعت المدربين هو بقول انه شتنجي انا وقعت له، يعني انا جبته. انا كنت عارض عليهم اكثر من 5 اسماء، من بينهم فييرا اللي اخذ كاس اسيا، ومدرب الماني. مع العراق. ايه فييرا ايه، وجان تشاك اللي درب ريال مدريد، وبينيتو نعم. فلورو كمان درب ريال نعم. مدريد اسباني. فهدول بعت لهم اياهم وقت طبعا قرروا على جان تشاك. جان تشاك ما رضي، لانه مرته ما وافقت، كانت الاحداث بسوريا انه يسكن بسوريا، ما رضي. وقت ما رضيوا هذول قررنا على فييرا، وجابوا لي جاب لي موافقه من لجنه الانتخابات على فييرا. فوقت اللي عينته بناء على طلب لجنه المنتخبات، اجى عندي قال لي هذا. ضعف النت استاذ صلاح. معك استاذ صلاح، في ضعف في النت. نعم. لا، اجت مكالمه من مم. الخارج قطعت المكالمه. نعم نعم، اوكي. نعم فوقت اللي استمر. جاب لي موافقه على فييرا، جابوا لي موافقه على فييرا، هو ما رضي فادي دباس كرئيس المنتخبات، وراح جاب لي هذا المدرب اللي قلت له جيب لي موافقه لجنه المنتخبات، انا ما بعرفه. على شتانجي. ايه، فجاب لي موافقه لجنه المنتخبات بليله واحده انه موافقين عليه. وسبب رفضه استاذ صلاح لفييرا، سبب إيه. رفضه المهم انه لجنه المنتخبات وافقت عليه. هذه انا عم نعم. بحكيها بس علنا. لا، السؤال انه سبب رفضه لفييرا هو فادي دباس. قال انه كبير ومخرف، انه صار ما عمره شاء الله 72 يعني. سنه، فطلع شتنجل جده. شتانجي طلع جده. جده لهذا. هاي فعلا ايه. نحكي. بس هو الموضوع كان يظهر فيه تفاهم بين بعض الاشخاص وشركه معينه ليتقاضوا من وراها السمسره تبعه. يعني في عمليه تسويق المدربين للمنتخب السوري. اي نعم. صحيح. والعله انك آه، انت البلد، يعني البلد اللي سوى فيها الامور هي كلها هو الفساد، وزاد الفساد بعد الازمه ضرب 100 على كل المستويات. صار الفساد فيها البلد. استاذ صلاح، يعني هلا في الاونه الاخيره سمعنا انه في خطه عمل لاتحاد الكره ل 2022، يعني لنهائيات كاس العالم المقبله. انت سمعت شيء؟ يعني اصدروا بيان بهالخصوص، هذا خطه العمل لاتحاد الكره للمنتخبات الوطنيه، خصوصا منتخب سوريا. سيدي الكريم،
يا سيدي الكريم، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. بدك يكون عندك لجنة تطوير بكل معنى كلمة لجنة تطوير، خبراء بهي اللعبة. وانت تطوير كرة القدم على مستوى العالم ما بيطورها مو كرة القدم بالرجلين ولا كرة القدم بالتجهيزات. بدك منشآت، تخصص أندية، منشآت. منشآت لكل نادي منشأته، هذا اللي بيطور. وقت بيكون اكاديميات عندك يا هيك دكتور. امكانيات المنشآت والتجهيزات كلها جاهزه، في لجان تطوير. اهم شغله ما بنملكها نحن هي التسويق اللي بيملكه تسويق. العالم كله. صحيح. فالتسويق هو اللي بيطور كرة القدم. تسويق، عندنا لجان تسويق ما في، ولا بنعرف نسوق. دوبنا نعرف نسوق للتلفزيون السوري كيف ينقل المباراة، وبألف زور لا يعطينا مصاري. طيب يعني هاي انه في البلد ما في لجان، ولا ما في رغبه من الخارج بالتعامل؟ لا، نحن التعامل، نحن بنفكر انه بيطور كرة قدم بس لاعب كرة قدم، لاعب يعني مشهور في يعني يعني مارادونا. مو لا، مقصد مو الكلام لعيبه انه الفوتبول اللي بيطور كره بالبلد قدم، في بالبلد ناس في شركات مختصين. للتسويق. يعني في ناس مثلا الكمبيوتر مو ضروري والله مارادونا يعرف يشتغل على الكمبيوتر، تجيب عنده سكرتير يشتغل على الكمبيوتر، بس بيكون واحد مختص بالكمبيوتر بالتخطيط. تمام؟ يعني انت نعم. بتكون متعهد كبير، متعهد كبير تبني بنايه، عندك صحيح. الامكانيات للتنفيذ. انا بروح بجيب مهندس معماري احيانا عمره 30 سنه، هو اللي بيخطط لي. بجيب مهندس مدني هو ينفذ لي. طبعا تنفيذ ما غير بيجي بقول ما بيجي بقول انا المقاول انا بدي انفذ. يعني اذا المهندس قال لي حط هي هون، بقول له لا، هون بدها تنحط لاني انا افهم منك نرجع واصغر منك. لنقطة التخصص بالعمل أستاذ صلاح، ولكن سؤالي كان أنه يوجد، يعني هل في شركات تسويق في البلد، ولا يعني أنت عم تقول أنه تسويق للاعب واحد، يعني في موجود شركات تسويق وهو لا يسوق في العمل، ولا إن لا صعب لا، أن شركات يستقطبوا من الخارج؟ نحن يا استاذ سعيد، نحن بسوريا لا نمتلك تسويق. يعني خذ نادي الجزيره، نادي نعم. الجزيره بالقامشلي، كم شركه فيه؟ بالحسكة. بالحسكه كم شركه فيه؟ في شركات ربنا، في ناس مالكين شركات، عرفت شلون؟ ما في ناس تسوق هذا النادي، صحيح. ما في ناس تسوقه وتسوق لاعبينه وتسوق نشاطه، ما في العالم. فانت لجان التسويق بكرة القدم مفقودة بسوريا، ودائما بيتحكم فيها المكتب التنفيذي. يعني اذا شيء ما عجب المكتب التنفيذي مستحيل يمشي. يعني مثل وقت انا كنت اقول بدي اشتري قلم بدي موافقة المكتب التنفيذي، اكيد بدها تطور كرة قدم. لا المكتب هناك يعني. التنفيذي، انا اللي بدي اقول معناتها لك هون اياه، في حضرتك شو معضلة. استاذ سعيد، حضرتك شو بتشتغل؟ انا عم أنا في بسالك. معمل ها؟ في شو بتشتغل؟ معمل لحومات. معمل لحومات. تمام، مهندس يعني بمعمل. هلا انا اذا جيت قلت لك انت ما بتفهم بالطب تزعل؟ لا. المفروض ما ازعل. طيب انا عم لا، اقول على لواء لا، في موفق في في جمعه، تخصصيه في العمل، وحتى في المعمل اللي انا انا عم اشتغل اقول فيه على في مكاتب هذا وفي هو، شخص له عمله. هذا هو انا عم اقول على موفق جمعه انه انت ما بتفهم كره قدم. ليش عم تزعل؟ ما انت ما بتفهم كره قدم. ما ما انا هو عم اقول معترف عن فيها يعني. حالي، ما انا عم سياده اقول اللواء عن معترف فيها، حالي قال انا اني ما افهم انا ما كره بفهم قدم كره بالاصل. سله يا اخي. ايه، انه انا عم اقول عن حالي انا بفهم كره سله، ما بفهم مصارعه. انا بفهم شوي بكره القدم، كان مو كثير. اما انت اذا اجى واحد لا قلت له لرئيس المنظمه انت ما تفهم كره قدم، بجن. لك ليش عم تجن؟ لك يا اخي انت مو شغلتك هالشغله. وقت لي فايده دباس، لك يا عمي انت ما لعبت هاللعبه. انت انسان بتنجح اذا كنت مدير منتخب، بس اعترف انك انت ما تفهم بهاللعبه. انت ممكن اداريا تنجح، انا قايل له صحيح. يا لفادي، انا قايل له يا ممكن تنجح اداريا، ولكن لا تحط راسك براس الناس الفهمانين. يعني انت ما تفهم قدي ولا تفهم قد الكردغلي ولا تفهم قد فلان بكره قدم، لانك انت ما مارستها اصلا، لا صحيح. اختصاص ولا لعب. ولذلك معناتها نحن صار هي في العله عمليه تبعنا. نقل في الموضوع من هذا الكلام. طبعا لذلك انت هون لا يمكن تتطور كره القدم الا بعد اعتراف الناس بافضليه الغير، بافضليه وبالامكانيات. الغير وشكر الناس على مجهودها، صحيح. وايجاد كل المبررات اللي تطور كره القدم، منها التسويق ومنها المنشات.
يعني انت نادي الجزيره ما بيتطور بالحسكه اذا ما كان عنده منشاه مثل الخلق ومستثمرها لاحسن استثمار كمان. في استثمرها في هواء وارض يعني. صحيح. هو في عمل يعني من فتره كان معنا في بث مباشر الاستاذ عبد الناصر كركو رئيس نادي الجزيره، ووعد بانه راح يكون في منشات لنادي الجزيره، وراح يتم استثمارها وعوده المرابح للنادي ان شاء الله. يتوفقوا بهذا ان شاء العمل الله. نادي الجزيره. استاذ صلاح ان يعني شاء الله بدي بنتمنى يتطور اكيد اكثر ولكل كمان. الانديه السوريه. استاذ صلاح يعني اتفاقيه قطر، نعم. يعني اتفاقيه قطر اهم بنودها والفائده اللي راح تعود على الكره السوريه، اهم بنودها شو هي كانت؟ يا سيدي اتفاقيه قطر، هاي الاتفاقيه اول شيء انا موقع 105 اتفاقيات مشان افرجيك نعم. انه هي كلها عباره عن يعني حيله وحكي فاضي ومؤامره. انا موقع اكثر من 105 اتفاقيات لانه كل مباراه بتلعبها خارجيه بدها اتفاقيه، ما بتصير بلا اتفاقيه. يعني هلا انا بدي لاعب السويد مباراه، بيبعثوا لي نعم. كتاب بوافق وبوافقوا هن، بنبعث نعمل اتفاقيه نحن اثنين كل واحد عن مباراه ايش وديه. مسؤول. اي بنبعث للاتحاد الدولي اتفاقنا. صحيح. فانا ولا اتفاقيه من 105 كنت اخذ موافقات اللواء موفق. انا باخذ موافقه كيف بعد ما اتفق، ببعث نعم. للواء موفق يرجى الموافقه على سفر الفريق الى الصين، انه ما أنا موافقين. تمام، خلاص انتهى نعم. باكم موافقين. انا سويت اتفاقيه مع قطر. المدرب الايراني انا حطيت له تصريح مره وصرح استاذ على صلاح ايران. خليني بس، استاذ صلاح اتفاقيه قطر يعني المبادره كانت هي من حضرتك من الجهه القطريه، شلون كانت بالبدايه؟ يا ريت تشرح لنا شويه تفاصيل. هلا نحن الاتفاقيه كان رئيس الاتحاد القطري تعرف مسؤولين عن كاس العالم 22. صحيح. عم يحاول هو يعمل تعاون مع كل دول العالم. فكنا نعم. باجتماع بغرب اسيا، كان موجود عندك رئيس الاتحاد الكوري ورئيس الاتحاد الامريكي وهو، فكانوا يعملوا نعم. اتفاقيات تعاون الرياضه. نعم. فبسبب الصداقه اللي بيني وبينه انا طلبت اني اوقع معهم الثلاثه، وانا بعرف انه انا المستفيد مو هن. صحيح. يعني نحن وقعنا مع كوريا الجنوبيه مع امريكا، انه امريكا نعم. لسه عدوه اكثر يعني. عرفت كيف؟ هي مره بحطوها سياسيه مره بقول لك مو سياسيه. مظبوط. اثنين، انا اصريت على الطاوله اني احط العلم السوري. وهذا فانا فخر. كنت مفكر، انا كنت مفكر حالي اني عم بخدم بلدي حتى سياسيا، انه وضعت الرياضه نعم. بخدمه السياسي. اصريت على العلم السوري لانه هن عندهم سفاره ائتلاف، قطر. هن عندهم بقطر سفاره. فانا جبت العلم السوري واصريت عليه وحطيته وقعنا الاتفاقيه. هذا حس وطني مشكور عليه استاذ صلاح. ايه، ما في مشكله، لا شكرا واجب. نحن ضلينا بالازمه بالبلد، ما هربنا برات البلد الحمد لله، صحيح. وضلينا عم نخدمها ولا زلنا فيها، لانه لحم كتافنا من خيرها مثل ما بيقولوا، صحيح. ما بننكر بارك هالشيء. الله فيك. فنحن عملنا الاتفاقيه بنودها تنص، انا جبتها فرجيتها اياهم ونشرتها، نشرت الاتفاقيه كلها. نعم. فالاتفاقيه مدرب ايران عاملين نفس الاتفاقيه ايران مع قطر، طلع قطر. صرح ببطوله اسيا. قطع البث المباشر اكيد. استاذ صلاح راح يحود معنا. نعم استاذ صلاح. نعم، انه نحن نعم. لولا قطر ايران لا شيء. لولا قطر ايران لا شيء، ما بيطلع معها يا شيء. هو من احسن مدربين العالم هو. قال لولا ما كانت قطر فتحت لنا كل الاجواء وما تبعها قالوا ولا والمعسكرات، بعدوا. انه لولا قطر، هي عم يعترف الزلمه، لولا قطر ايران لا شيء، لا تملك كره قدم، لانه محاصره مثلنا. ايران محاصره، ما بتحسن تلعب على ارضها. طيب ما هي الفائده يعني الفوائد اللي راح تعود على الفائده، الكره السوريه استاذ؟ نحن اهم فائده راحت على العالم المواهب. المواهب في سوريا، براعم المواهب كلها راح تروح تتدرب على ايدين فرنسيين وبرازيليين واسبان.
90% إصبان من هون بأكاديمية سباير، وبيعودوا لبلدهم، ولا يوقع مع أي طفل منهم من الأطفال هي إلا بموافقة الاتحاد تبعه. يعني في ناس صار يقول لك بتجنسوا، عرفت كيف؟ ممنوع. يعني كان بالاتفاقية هاي إنه هذا كله يعود للاتحاد بقرارات الاتحاد نفسها. فبيتحضروا وبيلعبوا. أنا بعد الاتفاقية كان في عندك شيء حدود 22 ألف لاعب عم يلعبوا من أكبر أكاديميات العالم كانوا بسباير بعد الاتفاقية. يعني اكاديميه في برشلونة، قطر. مانشستر يونايتد، كلهم عم يلعبوا هنيك، مواهب نعم. كلها. فكان السوريين بده يروحوا يتحضروا هنيك مثل ما تحضروا غيرهم. اثنين، علاج اللاعبين. وانا عالجت واحد هنيك، في عندهم مشفى اسمه سبيتار، هذا اضخم مشفى بالشرق الاوسط. يعني اللاعبين اللي باوروبا بيتعالجوا فيه، نيمار وغير نيمار بيجوا على قطر يتعالجوا فيه. كان نعم. مسموح لعلاج السوريين، وانا عالجت من هون المهتدي تبع الاتحاد، عملت له كتاب وعالجته فيها المشفى. هاي هذول من ناحيه اللاعبين واحده. المصابين مع اثنين، المنتخب ولا بالدوري السوري استاذ صلاح؟ نعم، اللاعبين المصابين مع المنتخب راح يكونوا ولا بالدوري السوري كمان؟ اي لاعب انا ببعت كتاب فيه كاتحاد. اي نعم. لاعب، ايوه. نعم. اي لاعب ببعت فيه كتاب كاتحاد بده يستقبله الاتحاد القطري. البند البنود الاهم هي موضوع تبادل الخبرات والدورات اللي بدها تصير، يعني من حكام لمدربين، تطوير مدربين. كل هاي الدورات كلها بالتعاون مع قطر. اثنين، منشآت، مساعدة بالمنشآت. حتى في أحد الملاعب هو ما كتب، بس أحد الملاعب اللي عم ينشئوه هلا بقطر كان لازم بعد 22 يتفكك ويتركب بسوريا، لأنه هذا الملعب بيتفكك وبيتركب تركيب. نعم. أخذت وعد من الشيخ وقت أنه يتركب بسوريا هذا الملعب. فهاي الاتفاقية كلها شافوها هن أصلا كان في انصدموا كان فيها. في كان في اتوقع، يمكن انا حسب ما سمعت انه كان في نقل تلفزيوني لمباريات الدوري السوري كمان. لا، تسويق الدوري السوري عن طريق قطر، ايه. يعني كان فيها كل هذه الامور اللي فيها فائده للاتحاد السوري وتطويره، تطوير العمل الرياضي بالاتحاد السوري. ما رضي. وكنت انا بدي اوقع مع كوريا الجنوبيه ومع امريكا، بس كانت اجل التوقيع لكاس العالم على اساس التقي انا وياهم بموسكو ونوقع هنيك. فالحمد لله ما وقعنا مشان ما توقعت نتورط على الاستقاله. ايه، ما لا إيه، لانه دولتين معاديتين يعني. فانا الشيء اللي بستغربه بالدوله المعاديه انه فريق الجيش بيروح بيلعب هنيك بقطر وبيستقبلوه، وبس انا بعمل لهم واسطه انه والله مثلا فريق الوحده ولا فريق الجيش انه معلش يستقبلون هن وضيوفهم مجاني مثلا، ممكن يتدخل ويوافقوا معناتها كمان. المقصود هو فراح الاستاذ صلاح الاولمبي، الدين رمضان. الاولمبي قبل الاتفاق، استاذ سعيد، قبل الاتفاقيه 15 يوم معسكر الاولمبي، اذا تذكرت راح على اندونيسيا. صحيح. 15 يوم معسكر بقطر على حساب قطر. ليش ما وافقوا عليه؟ ليش شطبوه؟ ليش عنا هون وافقوا؟ اذا هي دوله معاديه ليش وافقوا؟ عرفت كيف؟ فهي يعني كلها كان في عباره عن انتقاء امور، انتقاء يعني هن عم يصطادوك اصطياد فيها، اصطياد. يعني وهلا انا من وراء البلوه هاي حاطين لي منع السفر. يعني المسلح اللي قتل العالم هون بسوريا عرفوا عنه، وهلا حر هو بيروح وبيجي على كيفه، وانا طلعت اخطر من المسلحين. بنظر اتحاد الكره اي المكتب نعم، التنفيذي. بنظر اللواء موفق طبعا، يعني بنظر اللواء موفق نتمنى وفادي دباس اكيد يعني. استاذ صلاح، يعني نتمنى انه اكيد الحق ما راح يغيب. وهالكلمه وهذا العمل اللي قمت فيه راح تذكره يعني اجيال واجيال، لانه كله لخدمه الوطن وخدمه الرياضه السوريه. انا استاذ قلت صلاح، انت يعني حسب ما تابعت وشفت التعليقات، يعني لك قاعده جماهيريه، لانك انسان شفاف، انسان صريح، تحب الوطن، تحب العلم السوري، خدمه الرياضه السوريه. انت اليوم في هذا الحمد اللقاء لله. اعطيتني اضافه لي شخصيا وللموقع ولقناتي، قناه سعيد احمر دقنو راح تسلم، تنشر لاحقا على اليوتيوب. تسلم يا أخي سعيد. نشكرك كثير على هالنقط اللي ضويتنا هي، وتعرفنا كثير على امور كانت مخفيه عنا.
ونتمنى انه تحل الامور بخصوص ما السفر بتنحل غير ما بتنحل غير من فوق، من الرئيس يعني. اكيد يعني اكيد ان الظاهر ما شاء الله. بتنحل غير من السيد الرئيس، يعني اذا السيد الرئيس بحلها بتنحل، اما غيره لا ان شاء الظاهر الله ما اكيد. بيطلع بايده. لا لا لازم يصل الصوت هذا. اكيد الشرفاء والمخلصين للرياضه السوريه راح تكون انت ضيف تنور صفحات، واكيد الصوت راح يصل بيوم من الايام. نحن الصوت راح يصل. حاطين املنا فيه، يعني حاطين املنا فيه للسيد الرئيس انه ممكن يصلح كل شيء. ان شاء الله ممكن بياخذ ممكن. خطوات تصليح البلد اكيد ان شاء الله. اكيد نحن نتمنى التوفيق للسيد الرئيس، ونتمنى لك التوفيق لك استاذ صلاح. اشكرك كثير على الوقت شكرا. اللي اعطيتنا اياه، وان شاء الله لنا لقاءات لاحقه كمان. شكرا شكرا استاذ شكرا صلاح. استاذ سعيد، شكرا للجمهور الكريم، شكرا لك، شكرا، الله يعطيك يا العافيه. سلامات يا